بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده إن شاء الله هنبدأ نكمل مراجعتنا في الجبر عن طريق حل الامتحان بتاع محافظة القاهرة. احنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا عند السؤال رقم 7. دلوقتي هنبدأ نكمل الأسئلة بتاعتنا. تمام. طبعا السؤال رقم 7 بيتكلم على مجموعة حل الدالة اللي هي مقياس س بتساوي سالب س. طالب مني مجموعة الحل. زي ما اتفقنا إن إحنا هنحاول كده إن إحنا نراجع الدروس أول لما نلاقي أي سؤال يخصها. طب هنراجع الأول كده، عايزين نفتكر كده إزاي بنحل معادلة المقياس. يعني أنا لو عندي معادلة بتاعة مقياس مثلا، جايب لي مقياس س مثلا، بيقول لي مقياس س بيقول لي مقياس س مثلا ناقص 3 الكلام ده يساوي 5. تمام. دلوقتي لما يجي يطلب مني مثلا أحل معادلة زي كده، قال لي المعادلة دي بحلها إزاي؟ قال لي الأول بنعمل إعادة تعريف للمقياس، بمعنى إن إحنا دلوقتي مثلا عندنا مقياس س ناقص 3، بنبدأ نعمل إيه؟ كنا الأول بنجيب حاجة اسمها صفر المقياس. يعني إيه؟ بنقوله س ناقص 3 بنساويها بمين؟ بالصفر، عشان نساوي اللي جوه المقياس بالصفر عشان نعرف إمتى المقياس ده يطلع بيساوي صفر. ليه؟ عشان إحنا طبعا عارفين إن المقياس ده وظيفته إن هو بيعمل إيه؟ إن هو بيخلي اللي جواه يطلع موجب. بمعنى إن لو كان اللي جوه المقياس ده موجب أو صفر فبيسيبه زي ما هو، لكن اللي جوه المقياس ده لو كان سالب فبيغير إشاراته. فإحنا عشان كده بنعمل إيه؟ بنقوله بنساوي اللي جوه المقياس عندنا بالصفر. تقول لي طب تمام، هنودي 3 هناك بعكس الإشارة يبقى س بتساوي 3. تقول لي طب يبقى معنى كده إن المقياس ده هيطلع بصفر لما يكون السين بكام؟ ب3. ولو أكبر من 3 هيكون اللي جوه المقياس ده رقم موجب، وبالتالي لما يكون رقم موجب هنسيبه زي ما هو. ولو كان أقل من 3 يبقى معنى كده إن هيطلع اللي جوه المقياس ده رقم سالب، وبالتالي إحنا هنغير إشارته. فإحنا هنقول له لما تكون السين، تمام، لما تكون السين أكبر من أو تساوي 3 هناخد اللي جوه المقياس ده زي ما هو. يعني اللي هيطلع هناخده زي ما هو، يعني بمعنى ان احنا لو حطينا 3 او الناس يا ريت تقفل الصوت. تمام. طب لو احنا اكتر من او تساوي 3 هنسيب اللي جوه المقياس ده زي ما هو. معنى ان احنا لو عوضنا مكان السين ب3 فالناتج هيطلع بصفر، فما عنديش اي مشكله. لو عوضنا برقم اكبر من 3 مثلا 4 او 5 او 6 فهيطلع اللي جوه المقياس ده رقم موجب، فهنسيبه زي ما هو. قال لي لكن لو كانت السين عندنا اصغر من ال3، معنى كده ان احنا لو حطينا هنا مثلا 1 فالناتج ده هيطلع بالسالب، هيبقى 1 ناقص 3 يطلع بسالب 2. وفي الحاله دي المقياس هيغير اشارته ويخليها موجب 2. فعشان كده احنا بناخد اللي جوه المقياس بعكس الاشاره. يعني بدل ما هي س بخليها سالب س، وبدل ما هي سالب 3 بخليها موجب 3. تمام. يبقى احنا كده عملنا إعادة تعريف للمقياس. عملنا إعادة تعريف للمقياس يعني إيه؟ يعني بنجيب اللي جوه المقياس بنساويه بالصفر عشان نعرف صفر المقياس، بنقوله إن أكبر من أو يساوي يبقى المقياس ده هيسيب اللي جوه زي ما هو، يبقى س ناقص 3 زي ما هو. لكن لو أصغر من أصفار المقياس أو من صفر المقياس يبقى هناخد اللي جوه المقياس بعكس الإيه؟ الإشارة. قال له في الحالة دي أنزل مسألتي بقى، بقيت مسألتي زي ما هي، يعني اللي يساوي 5 هنزلها زي إيه ما هي. في ناس طبعا بتعمل غير كده، بتحب إن هي تغير الإشارة بتاعت الرقم ال5 اللي بره دوت، مرة تاخده بالموجب ومرة تاخده بالسالب. بس طبعا الطريقة دي ما بتنفعش في كل الأحوال، فبالتالي يكون الأفضل إن أنا كل شغلي في اللي جوه المقياس، إن أنا بساوي المقياس بتاعي بالصفر. تمام. واكبر من او يساوي باخد اللي جوه المقياس زي ما هو بنفس الاشاره، واصغر من باخده بعكس الايه الاشاره. تمام. وبتحل معادلتك عادي.
أصبح كده ما عنديش مقياس، فهتقول لي هنمشي التلاتة، هنودي التلاتة هناك بعكس الإشارة تبقى موجب تلاتة، يبقى س بتساوي 5 زائد 3 بتساوي 8. قال لي طب وهنا هتقول لي هنودي التلاتة هناك بعكس الإشارة تبقى ناقص 3، يبقى هنا سالب س بتساوي 5 ناقص 3 2، والسالب هتغير الإشارات يبقى س بتساوي سالب 2. بعد ما بنعمل كده بنشوف بقى الإجابات اللي أنا طلعتها دي بتحقق ولا ما بتحققش. يعني إيه بتحقق ولا ما بتحققش؟ يعني المفروض إن أنا لما أعوض بيها في المسألة الأصلية يطلع الناتج مظبوط. قال لي أو حضرتك بدل ما تعوض وتوجع قلبك فتبص على الشرط اللي أنت عامله هنا، هل الناتج اللي طلع ده بيحقق الشرط ولا لأ؟ يعني السين بتساوي 8، وأنت قايل إن الشرط هنا يتحقق لما تكون السين أكبر من أو تساوي 3 والتمانية أكبر من أو تساوي الإيه؟ 3، يبقى بيحقق الشرط. لكن مثلا لو كان طلع لي هنا السين بتساوي 2، الاتنين ما هياش أكبر من 3، فبالتالي كنا هنقول إن الحل ده ماله مرفوض. قال لي طب يبقى احنا كده اهوت بالنسبة لنا الإجابة دي مظبوطة، وبالنسبة لنا س بتساوي هنا سالب 2، والسالب 2 دي أصغر من 3، يبقى الإجابة مظبوطة. فبقول له إن مجموعة الحل بتساوي كام؟ 8 وكام؟ وسالب 2. تمام؟ قال لي طب ده كده بالنسبة لما نفتكر إزاي بنحل أي معادلة فيها المقياس بيمشي كله بنفس الطريقة. يبقى احنا بنجيب صفر المقياس، تمام؟ نشوف إمتى المقياس بيساوي صفر، بنقول له أكبر من أو يساوي باخد اللي جوه المقياس زي ما هو بنفس الإشارة، أصغر من باخد اللي جوه المقياس بعكس الإيه؟ الإشارة. تمام؟ وأنزل بقية المسألة زي ما هي، مهما يكون أي حاجة بره المقياس بنزلها زي ما هي، ما عنديش مشكلة. أنا بلعب كله لعب كله فين؟ في اللي جوه المقياس. كده نبقى احنا قدرنا ان احنا نفتكر ازاي بنحل معادلة في المقياس. طب نيجي بقى للسؤال بتاعنا. تعالى بقى نشوف كده السؤال بتاعنا بيقول ايه. السؤال بتاعنا بيقول لي مقياس س بيساوي سالب س. طب هنا بالنسبة لنا دي احنا ممكن ان احنا نعرفها كده بالفهلوة من غير ما نحلها. قلت له ازاي؟ ان انت بتقول لي ان مقياس س بيساوي سالب س. طبعا المقياس هنا ما ينفعش يكون برقم سالب، بمعنى زي المسألة اللي فاتت كده لو قلنا مقياس س ناقص 3 مثلا، بدل ما كان قال لي بيساوي 5 كان قال لي بيساوي سالب 5، وأنا مغمض كنت هقول له إن مجموعة الحل بتساوي فاي. ليه؟ ليه هنقول كده؟ هتقول لي عشان المقياس ده وظيفته إن هو بيطلع الناتج بالموجب، فما ينفعش تقول لي إن مقياس س ناقص 3 مثلا بيساوي كام؟ بيساوي سالب 5، رقم سالب ما ينفعش. تمام؟ قال لي طب يبقى احنا المقياس عندنا لازم يكون بيساوي رقم بالايه؟ بالموجب. لو بالسالب هقول له مجموعة الحل بتاعتي بتساوي فاي. طيب تعالى كده نشوف كده مع بعضينا السؤال ده. بيقول لي مقياس س بيساوي سالب س. بالفهلوة كده انت بتقول لي ان المقياس ده المفروض ان هو يطلع الناتج هنا بالموجب، صح كده؟ قلت له تمام. قال لي طب ده كده قدام منه سالب، معنى كده ان السين دي لو كانت رقم موجب، يعني احنا لو حطينا مكان السين دي 5 فهيبقى مقياس س بيساوي سالب 5، في الحالة دي هيبقى مرفوض. يبقى معنى كده ان انا لازم احط مكان السين دي رقم يكون بالايه؟ تمام، رقم يكون بالسالب. ليه؟ عشان لما احط مكان السين دي رقم بالسالب فتبقى سالب، واشيل السين واحط مطرحها مثلا رقم بالسالب، مثلا اي رقم بالسالب مثلا سالب 3، فهتطلع بايه؟ بموجب 3. فيبقى الكلام ده مظبوط. يعني لازم كده يكون المقياس بتاعي الناتج بتاعه ده يطلع رقم بالموجب. طب هنا امتى هيطلع رقم موجب؟ يبقى لازم معنى كده ان السين دي اخدها تطلع برقم بالسالب او بصفر، مش هتفرق، يعني الصفر طبعا قبل منه سالب مش هتفرق. فبالتالي يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي عبارة عن من صفر لايه؟ لسالب ما لا نهاية. يعني الإجابة بتاعتي اللي هي الإجابة د ده. تمام؟ دي كده الإجابة بتاعتي. طب في ناس تقول لي طب احنا لو حبينا ان احنا يعني مش بالفهلوة نحل عادي، اقول له مفيش مشكلة، هنشتغل بطريقتنا العادية. ونخلي بالنا برضو هنا نعرفوا برضو الحته دي. قال لي دلوقتي هتيجي تقول لي ايه؟ زي ما اتفقنا ان احنا بنجيب صفر المقياس، يعني بنساوي المقياس عندنا بمين؟ بالصفر. يبقى اللي جوه المقياس هنا س، هتقول لي س بتساوي صفر، يبقى اصفار المقياس هي الصفر. هتقول لي طب يبقى لو كانت السين اكبر من او تساوي الصفر هناخد اللي جوه المقياس زي ما هو، يعني هتسيبه س. ولو كانت السين عندنا اصغر من الصفر
يبقى هتاخد اللي جوه المقياس بعكس الإشارة، فهيبقى سالب س. تمام؟ كده كلام جميل. قال لي طيب، وننزل بقية مسألتنا زي ما هي، هتقول لي بيساوي سالب س، بيساوي سالب س. تمام؟ يبقى أنا عملنا زي ما حلينا المسائل اللي فاتت بالظبط. هتيجي تقول لي يلا نحل المعادلة ده اهي. هتيجي تقول لي طب عندنا سنتين يبقى لازم نجمعهم مع بعض، يبقى هنجيب دي هنا بعكس الإشارة فتبقى موجب س. أصبح هنا موجب س وس يبقوا 2 س. الكلام ده بيساوي صفر، بقى الجنب التاني فاضي. هتقول لي هنخلص من الاثنين دي، هتروح بالقسمة، يبقى السين عندنا بتساوي صفر على الاثنين بكام؟ بصفر. تمام؟ طب يبقى السين عندنا بتساوي صفر، الكلام ده بيحقق ولا ما بيتحققش؟ قلت له اه، الشرط بتاعي بيقول لي ان السين اكبر من او تساوي الصفر. قلت له كلام جميل، يبقى الاجابه دي بتحقق. طيب هنيجي نحل هنا اهوت. هتقول لي هندخل ديت برضه عشان نجمعها معاها، هتخش بعكس الاشاره تبقى موجب س. ونخلي بالنا بقى كده من الحته دي اهي. أصبح هنا عندنا موجب س وسالب س يطلع بصفر، والكلام من الناحية التانية الجنب التاني فاضي صفر برضه. قال لي أصبح هنا عندنا صفر بيساوي صفر. خلي بالك بقى من الحتة دي. لما يطلع صفر بيساوي صفر، معنى الكلام ده هو إن الجنب ده كله بيحقق الكلام. يعني إيه؟ يعني الشرط ده كله طلع صفر بيساوي صفر، يبقى لحظة واحدة كده نشوف. تمام؟ طيب ماشي مع بعضين. لما يطلع معايا، يا ريت الناس اللي هي بتكتب تعليقات ملهاش لازمة يعني توقف عشان ما يشغلناش ويبعدنا عن الحس. أما يطلع صفر بيساوي صفر، تمام؟ يبقى معنى كده لما يطلع الرقمين الجنب اليمين زي الجنب الشمال بالظبط، معنى كده إن الفترة اللي موجودة عندك دي كلها بتحقق. تمام؟ يعني الفترة دي كلها كده هتحقق الكلام. غير خلي بالك مثلا لما تيجي تحل المسألة ويطلع لك مثلا رقم بيساوي صفر، يعني مثلا طلع لك 4 بيساوي صفر. طلع 4 بيساوي صفر ده بنقول عليه مرفوض، يعني الكلام ده ما ينفعش ويبقى الجنب ده ملهوش حل. لكن لما يطلع لك صفر بيساوي صفر، معناها ان كل قيم السين اللي في الجزء ده بتحقق الكلام. تمام؟ قال لي طب يعني معنى كده ان حضرتك تقول لي ان من اول الصفر ليه س اصغر من الصفر، يعني من الصفر للسالب ما لا نهايه، كل ده بيحقق الشرط بتاع الجنب ده. يعني هيطلع صفر بيساوي صفر، يعني حضرتك لو حطيت اي رقم من صفر لسالب ما لا نهايه الجنب ده كده يتحقق. يبقى مجموعه الحل عندي هنا هو من صفر لسالب ما لا نهايه، وانا عندي هنا الصفر كمان واخده من ضمن الحل، يبقى هاخد الصفر مقفول والسالب ما لا نهايه مالها مفتوح. تمام؟ ده لو انا حبيت ان انا احلها بايديا. لكن طبعا هي معروفه بالنسبه لنا ان احنا لما يكون عندنا مقياس السين بيساوي سالب س، يبقى مجموعه الحل من سالب ما لا نهايه لصفر. ولو كان عندنا المساله بتاعتنا مقياس س بيساوي س، ها، خلي بالك الحته دي برضه، لو قال لي ان عندي المعادله بتاعتي بتقول لي مقياس س بيساوي س، يبقى في الحاله دي مجموعه الحل بتاعتي من الصفر للموجب ما لا ايه نهايه. تمام؟ يعني من الصفر مقفول للموجب ما لا نهايه. نخلي بالنا من الجزئيتين دولت او من المعادلتين دولت. طبعا هنا مقياس س بيساوي س، يعني لازم تكون السين اللي بره دي تكون رقم موجب، ورقم موجب او صفر طبعا، يعني من صفر لايه لما لا نهايه. ده كده السؤال بتاعنا، وفكرنا اهو بدالة المقياس وعرفنا ازاي نحل دالة المقياس. طيب نشوف نوع تاني من الأسئلة، وده طبعا ده السؤال دهوت اللي هو بتاع تركيب الدوال. تركيب الدوال ده طبعا على الناس بتوع العلم. تمام؟ طبعا يعني ايه تركيب دالة؟ برضه عشان نبقى عارفين الدنيا، يعني الناس بتوع الأدبي معلش يعني ايه خلي بالهم معانا كده، يعني ننتظر شوية، بس الكلام ده مش ليهم يعني معلومة بس. لو احنا عندنا دالة مثلا زي دال س، ماشي، بتساوي مثلا س زائد 3، وعندنا دالة تانية اسمها ر س بتساوي مثلا
س أس 2 مثلا زائد 1. دي دالة ودي دالة. لما نيجي نقول لك عايزين ر بعد د س، ده احنا بنسميه تركيب دالتين، ر بعد د للدالة ايه س. قال لي دي ر بعد د، ده احنا بنسميه تركيب الدالتين او بنسميها ر تركيب د. يعني ايه ر تركيب د ده؟ يعني احنا في الدالة اللي اسمها ر عايزين نعوض فيها بالدالة اللي اسمها د س. ده معنى الكلام. قلت له يعني ايه؟ يعني احنا عايزين ناخد الدالة اللي هي اسمها د س دي، ناخدوها تمام، نحطها جوه الدالة اللي اسمها ر س. يعني لما يجي يقول لي ر تركيب د، يعني حضرتك هتاخد الدالة اللي اسمها د تدخلها جوه الدالة اللي اسمها ر. يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يعني معنى كده يا ريت ما حدش يستخدم القلم عشان ما طلعوش من اللايف. تمام؟ يعني د ر د س، يجي يقول لي ان هو هنيجي نمسك الدالة د بتاعتنا نعوض فيها في الدالة ر. يعني هنجيب الدالة اللي هي ر س، تمام، هنعوض فيها بس زائد 3. معنى الكلام ده يعني هنعمل ايه؟ يعني هنيجي في الدالة اللي هي اسمها ر هنشيل السين ونحط مطرحها س زائد 3، يعني تبقى عاملة كده بالمنظر ده. يبقى بدل السين هنشيلها ونحط مطرحها س زائد 3، يبقى بدل دي هنشيلها ونحط مطرحها س زائد 3 ونعمل عليها أس 2 زائد إيه؟ 1. كده أنا عملت ر تركيب إيه؟ د. يعني عملت إيه؟ مسكت الدالة اللي اسمها د، حطيت جواها الدالة حطيتها جوه الدالة اللي اسمها ر. طب لو جه الراجل عمل لي كده، يعني لو عكس الكلام هتفرق معانا؟ يعني لو قال لي د تركيب ر س، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو عايز ياخد الدالة اللي اسمها ر يدخلها جوه الدالة اللي اسمها د. يعني احنا هنعمل ايه؟ هنعمل العكس، يعني هنجيب د تمام ونحط جواها ر س، يعني نكتب جواها س أس 2 زائد 1. يعني نيجي في الدالة اللي اسمها د نشيل السين بتاعتنا ونحط مطرحها س أس 2 زائد 1. يعني هتبقى كده اهو، هتبقى س أس 2 زائد 1. ده بدل كده كلمة س دي شلناها وحطينا مطرحها س أس 2 زائد 1 وننزل الزائد 3 زي ما هي. ده معنى تركيب الدالتين. طب لما يجي يقول لي مثلا عايز د بعد ر مثلا للواحد، يعني ايه د بعد ر للواحد؟ يعني عايزني اعوض في الدالة اللي اسمها د بالدالة اللي اسمها ر لما احط مكان السين 1. يعني هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي في الدالة اللي اسمها ر نعوض بدل السين ب1. فهتيجي تقول لي يلا نجيب ر 1، يعني هنشيل السين ونحط مطرحها 1 فيبقى 1 أس كام؟ أس 2 زائد 1. فتقول لي 1 زائد 1 يطلع بكام؟ ب2. شايف الرقم ده؟ يبقى أنت بدل كلمة ر 1 دي أصبحت كده الناتج بتاعها ب2. فهتقول لي يبقى بقى د 2. هتيجي تشيل بقى السين هنا اهوت وتحط مكانها الاثنين تبقى 2 زائد كام؟ 3. يطلع الناتج بكام؟ ب5. تمام؟ ده معنى كده تركيب دالتين. غير لو اجى قال لي عايز ر بعد د مثلا وقال لي للواحد، ر بعد د للواحد، يبقى حضرتك هتجيب في الداله اللي اسمها ر هتعوض بدال واحد وتشوف الرقم اللي هيطلع وتعوض بيه في الداله ر. يعني هتيجي في الداله د دي وتعوض مكان السين بكام؟ ب1. فهتقول لي هنجيب د واحد، يبقى هتقول لي يبقى 1 زائد 3 يطلع بكام؟ ب4. يبقى كأنك بتجيب ر لمين؟
للأربعة، يبقى ده الواحد دي طلعت معايا بأربعة، يبقى أصبح كده كأنك بتجيب ر 4، يعني هتيجي في الدالة اللي اسمها ر وتعوض مكان السين بأربعة، فتبقى 4 أس 2 زائد 1، 4 أس 2 ب 16 زائد 1 يطلع 17. تمام؟ ده كده باختصار عندنا تركيب دالتين. إزاي أعمل تركيب لدالتين؟ قال لي تعالى تعالى نشوف بقى كده اهوت السؤال بتاعنا. السؤال بتاعنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي عايز ر، تمام، تركيب د لمين؟ للواحد. تمام، معنى كده ان احنا هنعمل ايه؟ هنيجي في الداله اللي اسمها ر هنعوض بدال واحد، يعني هنجيب دال واحد، تمام، والناتج اللي يطلع نعوض بيه في الداله اللي اسمها ر. طب يلا كده نبص كده مع بعضينا في الجدول اللي هو عطيهولي. انا عايز اجيب هنا دال واحد، يعني معنى كلمه دال واحد يعني عايز في الداله اللي اسمها دال اشيل السين واحط مطرحها الرقم واحد. هو الراجل هنا مدينا اهو السين لما تكون بواحد وتعوض بيه في الداله دال يطلع الكلام ده بكام؟ بتلاته. معنى كده ان دال واحد عندي هتطلع بكام؟ بتلاته. يبقى انا معنى كده ان اصبح دال واحد بتلاته، يعني كاني بجيب ره لمين؟ للتلاته. تمام. طب لما نجيب ره للتلاته، قال لي يعني معنى كده ان انا هعوض في الداله اللي اسمها ر بالرقم كام؟ 3. فهروح في الداله اللي اسمها ر انا عايز اعوض مكان السين بكام؟ بتلاته. اه لما قال لي السين بتلاته في الداله اللي اسمها ر الناتج هيطلع بكام؟ باتنين. اقول له يبقى الكلام ده المفروض هيساوي كام؟ هيساوي 2. يبقى معنى كده ان الاجابه بتاعتي هنا اهوت، معنى كده ان الاجابه بتاعتي هتكون باتنين. تمام. طيب ده كده السؤال عندنا رقم 8. يلا كده نبص على السؤال رقم 9 ونشوف كده ايه اللي احنا ممكن نعمله فيه. مم. تمام. هنا بيقول لي طبعا عايز يعرف إذا كانت دالة زوجية ولا فردية. تمام. طيب بيقول لي إن هو إذا كانت الدالة دي دالة زوجية في الفترة من ألف وب. طبعا نخلي بالنا من الملحوظه دهيت ان عشان تكون الداله بتاعتي داله زوجيه او فرديه لازم تكون الفتره اللي متعرف عليها الداله بتاعتي تكون متماثله حوالين الصفر. سواء كانت الداله زوجيه ولا فرديه لازم يكون الفتره بتاعتي اللي انا بعوض عنها متماثله حوالين الصفر. بمعنى يعني لازم يكون من الرقم بالموجب واخوه بالسالب. يعني لازم تكون الفتره بتاعتي مثلا من -5 ل5. تمام. او من 10 من -10 ل10، يعني لازم تكون من الرقم بالسالب للرقم اخوه بالموجب. ولازم يكون طرفين الفتره زي بعض. يعني لما تكون الداله لو جابها لي كده اهو ابدا اشوفها اذا كانت زوجيه ولا فرديه. لكن لو مثلا كان جايب لي الفتره اللي متعرف عليها الداله مثلا عامله بالمنظر ده كده، قال لي طيب لو كان جايب لي الفتره مثلا عامله بالمنظر ده اهوت مثلا كده، من هنا مثلا مفتوحه ومن هنا مقفوله، من غير ما ابص اصلا في المساله اقول له تبقى الداله دي ولا زوجيه ولا فرديه. ليه؟ عشان الفتره عندي ما هياش متماثله حوالين الصفر. يعني الارقام بتاعت الفتره بتاعتي لازم تكون ما بين الرقم بالسالب والرقم بالموجب. لو حتى الرقم بس مفتوح ما ينفعش. تمام. قال طب ده عشان تكون الداله سواء زوجيه او فرديه. قال لي طب فبيقول لي إذا كانت الدالة د هنا هو دالة زوجية في الفترة من ألف وإيه وب. وبيقول لي الألف أصغر من الصفر، يعني معنى كده إن الألف دهيت برقم بالإيه؟ بالسالب. يعني هنا كان عندي رقم سالب. تمام. يبقى ألف دي هنا كانت بالسالب، يبقى لازم يكون ألف هنا هو نفس الرقم بس يكون بالإيه؟ بالموجب. قلت له طيب
طب وعشان يكون بالموجب يبقى انا محتاج ان انا اغير اشاره الرقم اللي موجود عندي بالايه؟ بالسالب. يعني معنى كده ان الب ديت بتساوي ايه؟ سالب الف، زيها بس بعكس الايه؟ الاشاره. تمام؟ يعني لازم يكون الرقم اللي هنا زي الرقم اللي هنا بس بعكس الايه؟ الاشاره. فهو بيقول لي ان الالف ده هيبقى رقم بالسالب، يبقى الب ديت تكون زيها بعكس الاشاره. كلمه عندنا عكس الاشاره يعني احط سالب. يعني لما اجي اقول لك عكس اشاره س مثلا، بدل ما نقول كلمه عكس اشاره س بنقول سالب ايه؟ س. يعني باخد الرقم بس بعكس الايه؟ الاشاره. تمام؟ فيبقى من ألف لب، وألف أصغر من الصفر، يعني ألف دي رقم سالب، يبقى الب دي لازم تكون زي الألف بس بعكس الإيه؟ الإشارة، يعني تكون رقم بالإيه؟ بالموجب. تمام؟ طيب نيجي نشوف السؤال اللي وراه أهو. بص هي نفس الفكرة هنا، هو برضو بيحاول إن هو يوقعني. يعني هنا بيقول لي إذا كانت د دالة حيث د من سالب 5 ل5. أبص كده شايف المشكلة عندي هنا في الفترة دهيت. تمام؟ الفترة دهيت عندي اللي موجودة عندي دهيت مفتوحة عند السالب 5. يبقى على طول من غير ما أفكر أقول له ولا زوجية ولا إيه؟ ولا فردية. يعني دي تعتبر لا ولا زوجية ولا فردية. عارف لو ما كانش الشرط ده موجود، يعني لو كان هو جايب لي الدالة د س، تمام، بتساوي س أس 2. الدالة دي احنا عارفين إن هي دالة زوجية. طبعا احنا عشان نفتكر برضو كده ازاي بنعرف إذا كانت الدالة زوجية ولا فردية. بنجيب د سالب س. يعني ايه؟ يعني بنشيل السين ونحط مطرحها سالب س. لو السالب دي طارت والداله رجعت زي ما هي، في الحاله دي بتبقى الداله بتاعتي داله زوجيه. لكن لو حصل ان هي اتغيرت اشارتها، قال لي يعني بقت زيها بس بعكس الاشاره، في الحاله دي تبقى الداله بتاعتي فرديه. ده سالب س، يعني هتيجي تقول لي هنشيل السين ونحط مطرحها سالب س. تمام؟ أس 2، هتيجي تقول لي الأس 2 دي بتطير السالب، هتقول لي يعني هتبقى س أس كام؟ أس 2. وبالتالي فضلت زي إيه؟ زي ما هي، يعني طلعت بتساوي د إيه؟ س. يعني د سالب س بتساوي د س. في الحالة دي تبقى الدالة زوجية. تمام؟ طيب نفتكر برضو كده بالمرة الدالة الفردية. تمام؟ إمتى تكون الدالة الفردية؟ إمتى تكون الدالة فردية؟ لما نجيب د سالب س. تمام؟ يعني نشيل السين ونحط مطرحها سالب س. قال لي هنا هتقول لي الأس هنا فردي، فبالتالي السالب دي هتقعد، فتبقى س أس 3 بس قبل منها سالب. هنلاقي إن دي إيه اللي حصل لها؟ هياها بس اتغيرت الإشارة، يعني زي د س بس بعكس الإيه؟ الإشارة. تمام؟ اتفقنا عكس الإشارة يعني نحط السالب قبل الحاجة. يبقى بتساوي سالب د س. في الحالة دي تبقى الدالة دهيت مالها فردية. ده كده بسرعة كده عشان نفتكر يعني إيه دالة زوجية ويعني إيه دالة فردية. وزي ما إحنا متفقين في الرسم البياني، الدالة الزوجية بتكون متماثلة حول محور الصادات. الدالة الفردية بتكون متماثلة حول نقطة الإيه؟ الأصل. تمام؟ يعني ده كده عشان نفتكر الدالة الزوجية والدالة الفردية. طبعا الكلام ده كله أنا هنا ليه ما بصيتش؟ لأن الكلام ده كله اتهد من الفترة بتاعت المجال اللي هو كان مديها. يعني بمجرد ما انا بصيت للفتره بتاعت المجال، فانا كده على طول عرفت ان الداله دهيت ولا زوجيه ولا فرديه. ليه؟ عشان هنا مفتوحه وهنا مقفوله، لازم تكون الفتره عندي متماثله ويكونوا زي بعض. يا اما هما الاثنين مفتوحين يا اما هما الاثنين مقفولين، ويكون نفس الرقم زيه بعكس الايه؟ الاشاره. فبالتالي ولا زوجيه ولا فرديه. تمام؟ قال لي طيب طبعا أحادية طبعا ما تنفعش. يعني بص بالمرة كده أحادية قلنا يعني إيه أحادية؟ يعني لو عملنا أي خط أفقي يقطعها مرة إيه؟ مرة واحدة. طبعا الدالة ديت ما هياش أحادية. تمام. طب يلا نشوف كده كمان سؤال مع بعضنا. هنا بيكلمني على مجال الدالة. طيب زي ما اتفقنا إن إحنا عشان نجيب مجال الدالة، طبعا الكلام ده إحنا كنا قلناه المرة اللي فاتت، وتقدر تراجعه من الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، أو حضرتك ممكن تخش على
في فيديو أنا عامله اللي هو بتاع إزاي بنحدد مجال الدالة، وعاملين عليه تمارين كتيرة. لو حضرتك ناسي الدرس ممكن تراجع. طب إحنا بالنسبة لنا كده مجال الدالة دهيت، طبعا الدالة دهيت كده دي عبارة عن دالة كسرية، وفي الكسر عندي في المقام عندي في جذر تربيع، واحنا متفقين ان الجذر التربيعي ده لازم يكون الرقم اللي تحت منه رقم موجب. يعني معنى كده ان حضرتك هتقول لي ان السين ناقص 4 دهيت لازم تكون اكبر من او تساوي الصفر. تمام. هتقول لي لا ده هنا كمان ما ينفعش تساوي الصفر. قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان هي موجوده عندي فين؟ في المقام. والداله الكسريه دي برضو عباره عن كسر، والكسر ما ينفعش يكون المقام عندي بكام؟ بصفر. فبالتالي هنقوله هنا ان س ناقص 4 هتكون أكبر من الصفر، يعني لازم يكون اللي تحت الجذر ده يكون رقم موجب، ما ينفعش يكون سالب لأن الجذر هيرفضه، وكمان ما ينفعش يكون بصفر لأن هو في كسر، وما ينفعش يكون المقام عندنا بصفر. تمام؟ قال لي طب أصبح كده عندنا دي متباينة هنحلها. هتقول لي هنودي الأربعة هناك بعكس الإيه؟ الإشارة. يبقى س أكبر من صفر زائد 4 ب4، يبقى س أكبر من الأربعة. معنى كده إن اللي هينفع عندي من أول الأربعة لحد ما لا نهاية، بس الأربعة عندي مالها مفتوحة عشان ما عنديش علامة يساوي، والما لا نهاية مفتوحة. يبقى الإجابة بتاعتي من 4 مفتوحة للما لا نهاية. دي الإجابة بتاعتي. تمام. نشوف كده السؤال اللي وراه. هنا طبعا الراجل جايب لي هنا درس الدالة الأسية، بيقول لي د س بتساوي 3 أس س، وراح س بتساوي 9 أس س. بيقول لي فإن قيمة س التي تحقق د 2 س ناقص 1 زائد ر س زائد 1 بتساوي 756. تمام. دي كده معادلة. برضو كده عايزين ناخد بالنا من حاجة. دلوقتي احنا لما نيجي نقول لك مثلا د س بتساوي 3 أس س، لما اجي اقول لك هات لي د الواحد، يعني ايه د الواحد؟ تيجي تقول لي د الواحد يعني هنشيل السين ونحط مطرحها واحد، يبقى 3 أس 1 3. لو جيت قلت لك هات لي د 2، هتقول لي هنشيل السين ونحط مطرحها 2، يبقى 3 أس كام؟ أس 2. هتقول لي تمام، الكلام ده بيساوي 3 أس 2 بكام؟ ب9. تمام. وهكذا هتيجي تقول لي هات لي د 5، تيجي تقول لي هنشيل السين ونحط مطرحها 5، فتبقى 3 أس كام؟ أس 5. طب جيت قلت لك هات لي د أي مصيبة، أي حاجة، اللي أنت هتكتبه لي هنا أنا هكتبه بدل السين اللي موجودة هنا. يعني لما نيجي نقول لك هات لي د 2 س ناقص 1، يعني حضرتك هتيجي تشيل السين دي اهي وتحط مطرحها اللي جوه هنا، تبقى 3 أس 2 س ناقص 1. تمام. يبقى انت حضرتك اللي مكتوب هنا جوه هتكتبه بدل السين اللي موجوده عندي. قال لي طيب. طب والداله الثانيه كاتب لي ر س بتساوي 9 أس س. هو بيقول لي عايز ر س زائد 1 زي ما اتفقنا. ر س زائد 1 يبقى حضرتك هتقول لي هنشيل السين ونحط مطرحها اللي احنا موجودة عندنا في القوس اللي هو س زائد ايه؟ 1. تمام؟ معنى كده إن أنا هبدأ أعدل الكلام اللي هو كاتبه لي ده. يعني هو هنا كاتب لي د 2 س ناقص 1، يبقى معنى كلمة د 2 س ناقص 1 يعني 3 أس 2 س ناقص 1 زائد ر أس س زائد 1. ر أس س زائد 1 أهي، هتقول لي يعني 9 أس س زائد إيه؟ 1. الكلام ده بيساوي 706 وكام؟ و50. تمام؟ ده كده معنى الكلام اللي هو كاتبه. يبقى احنا الكلام اللي هو كاتبه احنا فسرناه، واصبح عندنا معادله اهيت وعايزين نحلها. طيب عشان نحل المعادله دهيت الاول في عندنا هنا التسعه دهيت. التسعه دهيت هي عباره عن 3 اس كام؟ اس 2. يعني معنى كده ان دي
إن 9 أس س زائد 3 دي ممكن نكتبوها كده 3 أس 2، وهي عليها أصلا س زائد كام؟ زائد 1. هتقول لي تمام، إحنا عارفين لما يكون العدد فوق منه أسين الأسين بيتضربوا في بعض، يعني الكلام ده هو عبارة عن 3 أس الاتنين دي هتخش تتضرب، وخلي بالنا طبعا الاتنين هتتضرب في السين زائد 1، وأي ضرب يخش على عملية جمع لازم نوزعه، يعني الاتنين دي لازم تتضرب في السين تبقى 2 س زائد الاتنين في الواحد تبقى ب2. تمام؟ يعني معنى كده إن التسعة أس س زائد 1 دي هتبقى 3 أس 2 س زائد 2. يبقى كده أصبح عندنا ده 3 أس 2 س ناقص 1 زائد 3 أس 2 س زائد 2. الكلام ده بيساوي 756. قال لي طيب يلا كده نشوف. تمام. طبعا احنا ما ينفعش نحل المعادله فيها عندنا سنتين، لازم السنتين دولت يبقوا سين واحده، لان انا ما بعرفش احل معادله تكون فيها رمزين او الرمز موجود عندي متكرر مرتين، فبالتالي لازم ايه هنشوف الرمز ده هو يا اما هنجمعه لو هو شبه بعضه، يا اما هناخدوه عامل مشترك، يا اما هنحلله. المهم ان لازم يكون الرمز ده موجود عندي مره واحده. هتقول لي طيب هنفك ال 3 أس 2 س ناقص 1 دي إزاي؟ هتبقى 3 أس 2 س في 3 أس سالب 1. تمام. يبقى احنا فكينا الأس بتاعي قطعته لحتتين، 2 س لوحدها والسالب 1 لوحدها وحطيتهم فوق التلاتة. وهتيجي تقول لي 3 أس 2 س زائد 2 تبقى 3 أس 2 س في 3 أس كام؟ أس 2. الكلام ده بيساوي 756. هتقول له الله انا عندي ده وده زي بعض اهو. قلت له كلام جميل، من حقي ان انا اخد التلاتة اس 2 س عامل مشترك بدل متكرره، يبقى فاضل لي 3 اس سالب 1 تمام زائد 3 اس كام؟ اس 2. يبقى احنا اخدنا من هنا 3 اس 2 س اتفضل 3 اس سالب 1، واخدنا من هنا 3 اس 2 س فتفضل 3 اس 2. الكلام ده بيساوي 706 وكام؟ و50. هتيجي تقول لي طيب يلا احنا عايزين نخلي السين واقفه لوحدها كده، احنا نجحنا ان يبقى في عندي في المساله بتاعتي في سين واحده، ما عنديش كده سين متكرره مرتين زي ما كان. قلت له طيب يلا بقى عايزين نخلي السين دي واقفه لوحدها. هتيجي تقول لي تمام، هناخد ده كده نخلص منه كل ده نوديه الناحيه الثانيه بالقسمه. قلت له طيب هي 3 اس سالب 1 زائد 3 اس 2 دي تطلع بايه؟ تعال نشوفه كده اهوت. طبعا 3 أس سالب 1 ديت بتلت، و3 أس 2 بتسعة، يعني 9 وتلت. 9 وتلت تطلع معانا حتى لما تيجي تعملها على الآلة يطلع 28. تمام، 28 على 3. قال لي طب يبقى 3 أس 2 س بتساوي 756 على 28 تمام على 3. تمام. طبعا حضرتك هتحسب الكلام دوت في الآلة عندك. نجيب الآلة بتاعتنا تمام ونحسب الكلام ده اهو. يبقى احنا هنبص كده مع بعضنا. طبعا قبل ما تشتغل في الآلة على طول لازم تعمل ريستارت للآلة عشان ما تطلعش معاك أي نواتج غلط. تمام. بتعمل ريستارت للآلة ازاي؟ بتعمل شيفت تمام وبعدين 9 وبعدين 3 وبعدين يساوي وبعدين اي سي. تمام. بتعمل ريستارت للآلة بتاعتك عشان ما يبقاش في أي مشكلة. طب ادي هنقسم ال 756 تمام 7 5 6 756 على تمام. حتى حضرتك لو انت ما عملتش هتكتب اللي انت مكتوب عندك اللي هو كان 3 تمام أس سالب 1 تمام زائد 3 أس 2.
تمام. ده الكلام اللي كان مكتوب عندنا اللي احنا وديناه بالاسم. تمام. هندوس يساوي، طلع الناتج معايا كام؟ 1.8. تمام. يبقى معنى كده إن 3 أس 2 س دي هتطلع معايا بكام؟ ب1.8. طيب، كلام جميل. عايزين بقى دلوقتي كده احنا لمينا الدنيا، بس فاضل بقى عندي مشكلة. ايه المشكلة ديت؟ ان الأس عندي او المجهول عندي موجود في الأس، يعني 3 أس 2 س. طب قدامك حل من الاثنين. يا اما تشتغل باستخدام الاسس، يعني تيجي تقول لي ايه، يعني خلي بالنا كده، وانا هقول لك على الطريقتين، وانت برضو حر تشتغل باي طريقه فيهم. يعني حضرتك ممكن تيجي تقول لي هنا اهوت، خلاص كده انا وصلت للمرحله ديت، فتبقى 3 أس 2 س. تمام. بتساوي، هنفك ال 81 دهيت، فتقول لي ال 81 دي هي 3 أس كام؟ أس 4. تقول لي تمام كده بقى، الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي مين؟ الأس. تقول لي يبقى 2 س، ما دام الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس. يبقى ال 2 س بتساوي 4، هنخلص من الاثنين تروح بالقسمة، يبقى الس بتساوي 2. تمام. وده الحل بتاعي. ممكن الناس ما بتحبش تشتغل بالطريقة دي، يعني يجي يقول لي أنا ما بعرفش أخلي ال 81 دي تبقى 3 أس كام. في الحالة دهيت هنلجأ للدرس اللي احنا خدناه بعد منه، اللي هو بتاع اللوغاريتمات. ازاي؟ هتيجي تقول لي طب انا عايز احل المعادله دهيت، انا المشكله عندي ان المجهول عندي موجود في الاس، وانا عايز انزل الاس ده تحت. يعني مش حابب ان يكون عندي اي حاجه عندي تكون مجهوله موجوده في الاس، انا عايز انزلها تحت عشان اعرف اتعامل معاها. تقوم جاي عامل ايه؟ تقول لي اجيب لوغاريتم الطرفين. تمام، لاي اساس يعجبك. فطبعا تختار الاساس اللي هو موجود فوق منه الاس، يعني الاسهل يعني. تقول لي هجيب لوغاريتم الطرفين للاساس 3. اللوغاريتم ده وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ لو في عندك اس موجود، بينزل الاس ده يقعده بره، يعني تبقى 2 س تنزل تقعد قبل اللوغاريتم، ويبقى لوغاريتم 3 للاساس 3. تمام. الكلام ده بيساوي لوغاريتم 81 للاساس 3. تيجي تقول لي يبقى انا عشان انزل الاس ده من فوق اجيب لوغاريتم الطرفين للاساس كام؟ 3. تمام. ايه اللي هيحصل؟ الاس ده هياخد بعضه وينزل قدام، بقى 2 س ولوغاريتم 3 الاساس 3، ودي عارفينها ان هي تطلع بواحد. يبقى اصبح هنا 2 س بتساوي، ودي هعملها في الاله لوغاريتم 81 الاساس 3 تطلع بكام؟ باربعه. تقول لي هنمشي الاثنين بالقسمه، يبقى الس بتساوي 2. تمام. وانت حر طبعا تشتغل باي طريقه تعجبك، سواء هتستخدم اللوغاريتم او مش هتستخدم اللوغاريتم، هتحل بالاسس، الاثنين بالنسبه لنا هنوصل لنفس النتيجه. تمام. وكده نبقى احنا ادينا افتكرنا كمان ازاي نحل معادلات أسية. تعال نشوف كده كمان سؤال. هنا طبعا بيقول لي مقياس س ناقص 2 أصغر من أو يساوي السالب 4، وعايز مجموعة حل المتباين. تمام. قال لي طب هنا طبعا زي ما اتفقنا إن المقياس عندي ما ينفعش يكون بالسالب. تمام. فازاي تقول لي ان المقياس ده هيطلع اصغر من سالب 4؟ تمام. قال لي يعني ازاي المقياس ده يطلع اصغر من سالب 4؟ يعني معنى كده ان المقياس ده هيطلع برقم سالب، الكلام ده طبعا مرفوض. فتبقى مجموعة الحل بتساوي فاضي. تمام. الكلام ده كان امتى ابص له؟ لازم اكون برضو فاهم الحكايه، يعني انا مش ما اجيش مثلا واحد متعود يقول لي الكلام ده، بيقول لي مقياس س ناقص 2 مثلا، لو كان قايل لي اصغر من الاربعه او اصغر من او يساوي الاربعه، فاحنا متفقين ان احنا لما بنيجي نحل معادله وتكون اصغر، بتيجي تقول لي يبقى اللي جوه المقياس اللي هو س ناقص 2 اصغر من او يساوي الأربعة، وأكبر من أو يساوي السالب 4. بناخد الرقم اللي بره يكون قبل منه بالسالب وبعد منه بالموجب. تمام. ولو كان مقياس س ناقص 2، طبعا وحل أكمل حل متباينة ما فيهاش مشكلة. لو كان مقياس س أصغر من مقياس س ناقص 2 أكبر من
الأربعة. تمام. كنت حاجة أقول له مفيش مشكلة، هنا أكبر، فكنا بنقوله إيه؟ مرة ناخده س ناقص 2 أكبر من أو تساوي الأربعة، ومرة أقول له س ناقص 2 أصغر من أو تساوي السالب 4. لما تكون عندي أصغر بعملها متباينة واحدة، أكبر من السالب وأصغر من الموجب. ولما تكون عندي أكبر، تمام، باخدها مرة أكبر من الموجب ومرة أصغر من السالب، وبطلع الناتج بتاعي ح فرق. يعني بطلع مجموعة الحل بتاعتي هي عبارة عن ح فرق والإيه والأرقام. وممكن برضه حضرتك تراجع الدرس بتاع المقياس، هتلاقي موجود عندك فيديو من الفيديوهات اللي ازاي بنحل معادلة المقياس سواء كان جبريا أو بيانيا. تمام. طيب هنا بيقول لي إن مقياس س ناقص 2 أصغر من أو تساوي سالب 4. طبعا ما ينفعش يكون عندي المقياس بالإيه؟ بالسالب. المقياس على طول لازم يكون برقم موجب. فإزاي تقول لي إن هو أصغر من سالب 4 يبقى مجموعة الحل بتساوي فاي؟ طب لو كان جايب لي مثلا السؤال ده كده اهوت مقياس س ناقص 2، ماشي، أكبر من أو يساوي الكام؟ السالب 4. تمام. قال لي لو كان جايب لي اكبر من او يساوي السالب 4 هنا كان ممكن اشتغل. طبعا مقياس س ناقص 2 اكبر من او يساوي 4 يبقى مجموعه الحل بالنسبه لي ما تفرقش معايا. اي رقم هحطه هنا مكان السين هيطلع اكبر من او يساوي سالب 4. يعني ليه؟ لان هو بيقول لي اكبر من سالب 4، ده هو اصلا المقياس هيطلع رقم بالايه؟ كده كده هيطلع رقم بالموجب، فيبقى مجموعة الحل بالنسبة لي ح. يعني انا مسموح لي اعوض هنا باي رقم يعجبني، ما عنديش مشكلة. تمام. لان انت بتقول لي هو اكبر من السالب، ما طبعا المقياس اصلا ده اكبر من بيكون اكبر من او يساوي الصفر. اي مقياس بيكون اكبر من او يساوي الصفر يعني بيطلع برقم بالموجب. فبالتالي هنا كنت هتقول لي مجموعة الحل بتساوي ح. يعني لو كان هو غير العلامة دي كنت حضرتك هتختار الإجابة اللي هي ج، اللي هي مجموعة الحل بالنسبة لنا بتساوي ح، لو كان مختار أكبر مش أكبر. طيب نشوفه كمان سؤال. هنا بيكلمني في قوانين اللوغاريتمات، يعني بيشوفني أنا عارف أستخدم قوانين اللوغاريتمات ولا لأ. طبعا إحنا عارفين إن إحنا إن من قوانين اللوغاريتمات عندنا إن لوغاريتم، تمام، س للأساس ألف زائد لوغاريتم ص للأساس ألف، الكلام ده بيساوي لوغاريتم زائد لوغاريتم بيساوي لوغاريتم حاصل الضرب. تمام. وطبعا عندنا لوغاريتم س للأساس ألف ناقص لوغاريتم ص للأساس ألف بيساوي لوغاريتم س على ص. تمام. قال لي طب هنا لوغاريتم زائد لوغاريتم بيساوي لوغاريتم حاصل الضرب، ولوغاريتم ناقص لوغاريتم بيساوي لوغاريتم القسمة. تمام. قال لي طب آه هنا بيقول لي، وطبعا احنا عارفين ان نخلي بالنا برضو من الملحوظه ده، زي ما قلنا كده ان من وظيفه اللوغاريتم ان لو في عندي اس، تمام، لوغاريتم س اس ن للاساس الف بيساوي ن لوغاريتم س للاساس الف. يعني لو انا عندي اس من حق ان انا الاس ده اكتبه بره، تمام، زي كده. ولو عندي الاس موجود بره من حق ان انا ادخله جوه اللوغاريتم. طيب فتعالى كده، طبعا هو بيقول لي لوغاريتم ألف أس 2 على ب ج. بيقول لي يا ترى الكلام ده يكون أنهي حاجة في دول؟ قلت له طيب هو طبعا هنا الألف عليها أس كام؟ تمام، الألف عليها أس 2. معنى كده إن الأس 2 دي كانت متسقطة بره اللوغاريتم عشان تطلع بره أس. ده كلام جميل. يعني الاثنين دهيت اللي موجودة هنا على حسب القانون بتاعنا إن إحنا من حقنا إن إحنا ندخلها فوق الألف، هتبقى ألف أس 2. بس هتقول لي الاختيار ده هنا جمعهم على ايه؟ على بعض. تمام. ما دام جمعهم على بعض يبقى المفروض ان هم هيبقوا مضروبين في بعض. تمام. يعني دي كده اهوت اللي احنا اللي موجوده عندنا في اول اختيار اللي هي 2 لوغاريتم الف زائد لوغاريتم ب
زائد لوغاريتم ج. هتقول لي أنا من حقي إن أنا أطلع الاتنين دي هنا، فتبقى لوغاريتم أ أس 2 زائد لوغاريتم ب زائد لوغاريتم ج. تقول لي الكلام ده بيساوي لوغاريتم أ أس 2 في ب في ج. تمام، يعني دي المفروض الإجابة بتاعتها تطلع كده، دي مش هي اللي موجودة في الاختيارات. طيب تعال نشوف اللي وراها برضه عشان نبقى احنا عارفينها. طبعا ممكن في ناس كده لقطتها خلاص بالفهلوة، شافتها كده وعرفت ازاي تلقطها. طيب هنا 2 لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب زائد لوغاريتم ج. هتقول لي تمام، احنا هنشيل الاثنين دي ونحطها هنا فوق، فتبقى لوغاريتم أ أس 2 وده قبل منه ناقص، تمام، يبقى ده اسمه يبقى على ب، وده قبل منه زائد يبقى مكتوب فوق مع الألف. تمام، يعني يبقى لوغاريتم أ أس 2 ج على ب. تمام، مش هو ده اللي موجود عندنا. طيب تعال نشوف بقى الاختيار الثالث اللي هو المفروض اللي هو الصح يعني. بيقول لي 2 لوغاريتم أ، تمام، ناقص لوغاريتم ب ناقص لوغاريتم ج. هتقول لي طب احنا هنشيل الأس 2 دي ونحطها فوق الألف، يبقى كده لوغاريتم أ أس 2. حلو، ودي قبل منها ناقص يبقى هتبقى تحت، ودي قبل منها ناقص برضه هتبقى تحت، يعني مقسومة، لأن احنا الناقص في اللوغاريتم يعني اسمه. طيب قلت له طيب يبقى معنى كده إن هنا هيبقى ج. تمام، وهو ده اللي موجود عندنا في الايه في الاختيارات، هي دي الإجابة اللي موجودة عندنا في الاختيارات. تمام، يبقى الإجابة ج هي الصح بالنسبة لي. تمام، قال لي طب بالنسبة للإجابة د، إيه الفرق طبعا ما بينها وما بين الإجابة ج؟ طبعا الفرق ما بينها إن الاتنين دي موجودة بره قوس في لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب ناقص لوغاريتم ج. يعني دي المفروض لما هتتكتب، تمام، المفروض الاثنين دي تخش تتوزع جوه. تمام، فلما هتخش توزع جوه هتتضرب هنا وهتتضرب هنا وهتتضرب هنا. تمام، فتبقى معنى كده ان هي هتطلع فوق الالف وهتطلع فوق الب وهتطلع فوق الجيم، يعني تبقى دي الف اس 2 ودي تبقى ب اس 2 ودي تبقى ج اس 2، فتبقى عامله بالمنظر ده، تبقى لوغاريتم الف اس 2 على ب اس 2، تمام، ج اس كام اس 2 تتكتب كده. او ممكن تتكتب كده لو احنا هنعمل الاول، يبقى هنقول له لوغاريتم الف على ب ج الكل هنا اس كام اس 2، على اساس ان احنا عملنا دولت الاول وبعد كده الاثنين دي اللي كانت بره دخلناها خليناها اس. تمام، ده كده السؤال اللي هو رقم 15، ويبقى احنا كده برضه شيكنا على اللوغاريتم. تمام، هنا طبعا السؤال بيقول لي 3 أس س ناقص 2 بتساوي 2 أس س ناقص 2. طبعا السؤال ده سؤال تافه جدا، احنا عارفين إن لما يكون الأس بيساوي الأس يبقى الأساس بيساوي الأساس. طب لو ما كانش الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس عندنا على طول بيساوي صفر، يبقى س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى الس بتساوي 2، ويبقى احنا كده الإجابة بتاعتنا باتنين. تمام، طيب نشوف السؤال اللي وراه. بيقول لي إذا كانت د دالة فردية. تمام، بيقول لي على الفترة من سالب س ل س. تمام، الشرط اللي احنا متفقين عليه إن الفترة بتاعتي لازم تكون من سالب الرقم لموجب الرقم ويكون الفترة زي بعض. قلت له كلام جميل. فالراجل بيسألني بيقول لي د سالب س زائد د س، بيقول لي يا ترى تطلع بكام؟ قلت له طيب انت بتقول لي الداله دي داله فرديه، واحنا عارفين في الداله الفرديه ان د سالب س بتساوي زي د س بس بعكس الايه الاشاره، يعني بتساوي سالب د س. فهتيجي حضرتك تقول لي يبقى د سالب س دي هي سالب د س، حلو، زائد د س هنسيبها زي ما هي،
أصبح الله ده زي ده بس بعكس الإيه؟ الإشارة. طيب كلام جميل، يبقى أكيد مجموعهم هيطلع بكام؟ بصفر. تمام؟ ويبقى الإجابة بتاعتي هنا بتساوي صفر. طب لو كان الراجل كان بدل ما كان قال لي الدالة ده هي دالة فردية، كان قال لي إن هي زوجية. يعني لو كان قايل لي إن هي زوجية، كان إيه اللي هيختلف؟ كنت حاجة أقول له استنى بقى كده. دي كده كانت الإجابة هتختلف. قلت له إزاي؟ تيجي تقول لي إن د سالب س في الدالة الزوجية بيطلع زي د س بالظبط. قلت له كلام جميل. هتيجي تقول لي د سالب س دي هتبقى د س زائد د س. أصبح كده د س زائد د س بتساوي 2 من د إيه س. يبقى لو كانت الدالة عندي زوجية فيبقى د سالب س زائد د س بيساوي 2 د س. تمام؟ أو طبعا بتساوي 2 د سالب س. هيها على فكرة، يعني ممكن تبقى الإجابة كده أو ممكن تبقى الإجابة كده. مش معنى عشان إحنا بنقول إن الدال س هيها الدال سالب س، فيبقى د 2 د س أو 2 د سالب س. تمام؟ ده كده السؤال بتاعنا ده هو طبعا. ده سواء كان جايب لي السؤال كدالة زوجية أو كدالة فردية. تمام؟ طبعا السؤال بتاعنا دالة فردية، يبقى الإجابة اللي موجودة عندنا هنا تطلع بس. ده كده في الإيه؟ في الفردية. تمام؟ وده كده بالنسبة لنا في الزوجية. نشوف كمان سؤال. بيقول لي الدالة الأحادية بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية. طبعا شرط أساسي إن الدالة عشان تكون دالة أحادية لازم تكون الدالة بتاعتي دالة زوجية. وبرضه عايزين نعرف إزاي أثبت إن الدالة بتاعتي دالة أحادية. طيب إحنا الأول هنحل السؤال بتاعنا ونشوف برضه إزاي نثبت إن الدالة بتاعتي دالة أحادية. ده طبعا إحنا عارفين إن دالة س بتساوي س أس 2، دي دالة تربيعية. والدالة التربيعية دي دالة زوجية، وبالتالي يبقى ده الإجابة دهيت ما تنفعش. تمام؟ طبعا السؤال ده للناس بتوع العلم بس. الدالة الأحادية ده للناس بتوع العلم. قال لي طبعا الدالة دي دالة زوجية، ودام دالة زوجية يبقى ما ينفعش تكون أحادية. ما ينفعش يكون في عندي أي دالة زوجية تكون أحادية. قال لي طب ودي؟ قال لي طبعا ما ينفعش تكون الدالة الزوجية بتاعتنا دالة أحادية إلا لو هي متعرفة على مجالها. لكن طبعا لو كان قاسم المجال ولا حاجة فممكن تنفع بالنسبة لنا، عشان برضه إيه، عشان يبقى الكلام مظبوط وصح. يعني مثلا لو كان مديهاني على فترة معينة والفترة دهيت ما كانش فيها تماثل بالنسبة للرسمة أو أي خط أفقي ما يفتحهاش نصين، فتنفع معانا مفيش أي مشكلة. طيب ودي كمان برضو دي دالة زوجية مقياس س، دي دالة زوجية وبالتالي برضو ما ينفعش تكون أحادية. والدالة الثابتة دي برضو بالنسبة لنا هي دالة زوجية، برضو ما ينفعش تكون أحادية. يبقى هي دي الدالة اللي بالنسبة لنا اللي هي الدالة الأحادية. طب احنا عشان لو عايزين نثبت بقى الكلام ده، ازاي اثبت ان الدالة بتاعتي تكون دالة أحادية؟ قال لي طبعا عشان نثبت ان الدالة بتاعتي دالة أحادية، تعالى برضو نبقى احنا عارفين الكلام ازاي اعرف اثبتها. ادي الداله بتاعتي ديت عايز اثبتها ان هي احاديه. بعمل ايه؟ بجيب د الف. تمام؟ واجيب د ب واساوي الاثنين ببعض. يعني ايه؟ يعني مره اشيل السين واحط مطرحها الف، تمام، فتبقى الف زائد واحد. ومره اشيل السين واحط مطرحها ب فتبقى ب زائد ايه؟ واحد. تمام؟ واساوي الطرفين ببعض واحل معادلتي. لو طلع الف بتساوي ب في الاخر يبقى الداله دي داله احاديه. يعني تيجي تقول لي ايه؟ تيجي تقول لي الله، طب ما انا عندي هنا موجب واحد وموجب واحد هنجمعهم مع بعض، يبقى هنودي واحد هناك بعكس الاشاره فهيطيروا مع بعض، فتبقى الف بتساوي ب. ما دام طلع الف بتساوي ب وانا كنت مساوي د الف بد ب، وطلع الف بتساوي ب، تبقى الداله دي داله احاديه. تمام؟ قال لي طيب، تقول لي طب ما طول عمرها هتطلع كده. اقول لك لا. يعني بص كده اهوت معايا في الداله دهيت اللي هي د س بتساوي س اس 2. تمام؟ تعال نشوف كده اهوت الداله دي ليه ما هياش داله احاديه. تقول لي عشان هي داله زوجيه. طب بالشرط بتاعنا هنجيب د الف.
يعني نشيل السين ونحط مطرحها ألف ونجيب د ب، ونشيل السين ونحط مطرحها ب. فلما أشيل السين وأحط مطرحها ألف تبقى ألف أس 2، ولما أشيل السين وأحط مطرحها ب تبقى ب أس كام؟ أس 2. تمام؟ قال لي طب وهنساويهم ببعض. هتيجي تقول لي يلا نحل المعادلة، هنخلص من الأس ونروح نجيب الجذر. نروح نجيب الجذر الإيه؟ التربيعي. هتقول لي يبقى ألف بتساوي وهتغلط. يبقى في الجذر التربيعي بنجيب الجذر التربيعي بالموجب والسالب، فيبقى ألف بتساوي موجب أو سالب ب. وهنا طبعا معنى كده إن الألف ما طلعتش بتساوي ب، دي طلعت بتساوي موجب أو سالب إيه ب، وبالتالي تبقى الدالة دهيت مالها ليست إيه أحادية. تمام؟ ده معنى الكلام. يبقى يطلع ألف بتساوي ب، تمام، تبقى دالة أحادية. طلع ألف تساوي موجب أو سالب ب أو كونتين، يعني ما يبقاش دالة أحادية. تمام؟ وطبعا نكتفي كده بهذا القدر النهارده، وإن شاء الله هنكمل بإذن الله في الحصة الجاية. ولو في عندنا أي استفسارات أو أي تعليقات، تمام، ممكن هنتواصل على رقم الواتس اللي أنا على الواتس اللي أنا بنزل لكم عليه التعليمات بتاع المدرسة، أو ممكن حضرتك يعني تتواصل معايا على رقم الواتس بتاعي برضه، مفيش أي مشكلة. لو في أي حاجة مش